دكتور لافي سعود الفيحي من جامعة شقرة. تقدمت للدورة CCA بالالتحاق فيها، فالحمد لله وصلنا على اسطنبول فبدينا الدورة. في أشياء الحمد لله استفدناها كثيرة من الدورة، من ناحية العقود، من ناحية صياغة العقود. في أشياء كثيرة الحمد لله، وفي إن شاء الله بإذن الله إنه يصير نتواصل دائما إن شاء الله مع المركز، وإن شاء الله بإذن الله في أفكار جاية إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم شيء للمركز. وأشكر القائمين على المركز منهم الأستاذ سعادة المستشار أيمن جلبي على الدورة وعلى المعلومات اللي أعطاني إياها والمحاضرات. صراحة كل الشكر للمستشار أيمن جلبي وللأخوة الأعضاء اللي في المركز، وحتى الأخوان الحضور اللي شاركوا في الدورة. نتمنى إن شاء الله طيبين للأمة الإسلامية والأمة العربية بمناسبة 10 الحجة بإذن الله أو بمناسبة العيد الأضحى. أتمنى أن كل الأمة العربية والإسلامية تتجاوز كل أزماتها والثورات الموجودة والصراعات اللي موجودة، ونكون يد واحدة وقلب واحد ودم واحد وألم واحد بإذن الله. وأتمنى أيضا كل الطلاب المهتمين بالعقود التجارية والعقود التحكيم انه يشاركوا معنا بالمركز من جميع انحاء العالم العربي. ايوه، انا عايز افصح عن شيء. انا المستشار القانوني للبنك. ايه رايكم؟ فالمحتكم ضده قال ما فيش منع الشركه، فلما هو افصح شفت ازاي؟ يعني ممكن تفصح والتحكيم يبقى صح بس تفصح، بعكس برضه قضايا كويسه جدا. زي ما قلت لكم الكذاب عمره ما هيفلح. لأن الوقائع بتدل على إن كان في علاقة وهو لم يفصح. اللي عرف اليسار قال برضه أنا عايز أفصح. أنا الحقيقة الإديتور يعني مراقب الحسابات بتاع الشركة المحتكم ضدها، فمحامي البنك قال موافق فلم أفصح خلاص. يجي الدور على مين؟ على رئيس هيئة التحكيم. فصدفت إنه هذا الرئيس كان البنك بيزيد رأس ماله، فاشترى منه جزء راس مال البنك، نفرض ان هو كان 50 مليون جنيه او ريال. فالرئيس شارك او اشترى ب 9000 جنيه. شفت ما فيش يعني تافه، كميه تافهه لا تؤثر في الاغلبيه للسيطره على البنك، ومع ذلك افصح. فالمحتكم ضده قال لا انا استوب، لازم نقف شويه على ما اسال مجلس الاداره. هتعرفوا اشمعنى ده اللي قالوا عن ستوب يعني؟ ليه؟ اشمعنى يعني هو الخصوم ما قالوش بالنسبه للمحكمين الاخرين؟ لان الرئيس قالوا هو الحكم المرجح له الصوت المرشح. طيب اذا اعطيناهم مهله، فالجلسه القادمه التاليه جاء ممثل الشركه وقال لا سوري مجلس الاداره مش موافق. فكان ايه رد فعل الرئيس؟ كان بإمكانه ألا يتنحى، لأنه مش هيأثر إطلاقا على الحكم، لأنه يعرف إنه نزيه. بس النزاهة دي أمر داخلي، أنت بينك وبين نفسك عارف إنك بتخشى الرحمن وبتراعي حقوق العباد ومش هتكون الأمانة، إنما الآخرين ما يعرفوش عنك الكلام ده. فكان أقرب طريق ليه إنه يتنحى. كده سلوك جيد جدا، وقد كان له مردود مادي جميل جدا ومدهش، انه الخصوم صممهم رغم انه لم يشترك الا جلستين على ان يدفع له كامل التعاون. ليه؟ لانه اثبت هو ليه يؤثر على مستقبله المالي.